الدونتس طبعا كلنا بنعشقه. هنعمله بمكونات سهلة جدا وبسيطة وبالعجينة اليابانية. هيطلع تحفة. أنا عندي 6 كوبايات من الدقيق أو كيلو منخول طبعا. دقيق لازم يكون بتاع مخبوزات. وعندي نص كوباية من السكر وعليها معلقة كبيرة. تمام. وعندي العجينة اليابانية. طبعا العجينة اليابانية حلوة جدا وجميلة جدا معانا في الوصفة دي ومهمة قوي في الوصفة. عبارة عن 4 معالق من الدقيق مع كوباية من المية بندوبهم مع بعض على البارد وبعد كده على النار ونقلب لغاية اما تتقل معانا بالشكل ده ولازم نسيبها تبرد خالص بدرجة حرارة الغرفة. عندي 3 كيس خميرة. تمام او 3 معالق خميرة 3 معالق كبار. تمام. عندي بعد كده الملح نص معلقة كبيرة من الملح نص معلقة كبيرة من الملح. والزبدة 6 معالق يكونوا بدرجة حرارة الغرفة 6 معالق كبار. ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وعندي بيضاية واحدة ومعاها 2 صفار بيض. طبعا طالما في بيض يبقى لازم طبعا فانيليا وخل. تمام. هنحط بقى كوباية وربع من اللبن ممكن يزيدوا ممكن يبقى اقل من الكمية دي. طبعا هننزل بالتدريج لغاية ما نشوف الدقيق بتاعنا هياخد قد ايه ونوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. طبعا عشان البيض قلنا لازم يكون فيه خل هناخد معلقة كبيرة خل وزيها فانيليا. تمام. كده المكونات بتاعتنا كلها جاهزة وكله بدرجة حرارة الغرفة. اللبن لازم يكون دافي عشان طبعا الخميرة تتفاعل. عندي الدقيق هنحط عليه العجينة اليابانية والسكر وكل المكونات بتاعتنا والبيكنج باودر والخميرة. كل المكونات بتاعتنا هنحطها واللبن هنحطه بالتدريج ده اللي احنا هنستخدمه بالتدريج. عندك عجان بقى عندك هتشتغلي بإيدك. الموضوع سهل وبسيط جدا. هنحط بقى كوباية اللبن ونعجن بقى بإيدينا أو بالعجان. ولو احتاجت الربع الكوباية الباقية تمام. أنا حطيت الصراحة الكوباية وربع وبعد كده اضطريت ان انا احط معلقة دقيق في معلقة دقيق. فما تعمليش زي يعني. حاولي ان انت تبقي انا كنت في الوقت ده تعبانة اصلا وكنت مستعجلة كمان ان انا اخلص مش قادرة اقف كتير. فانتي خليكي بالتدريج احسن. هنوصل للقوام ده كده احنا حسينا ان احنا محتاجين الدقيق. طبعا حطينا الزبدة بعد ما حطينا الزبدة لقيت انه محتاج لسه دقيق لانه بيلزق قوي. فهحط الدقيق معلقة في معلقة لغاية ما اوصل للقوام اللي انا هوريهولك في الاخر. طبعا لو انتي مش عندك عجان هيبقى طبعا على رخامة المطبخ كده او في اي عجان برضو كده بلاستيك او اي حاجة. هيبقى برضو بنفس الطريقة كده هنعجن بايدينا. فانا حبيت ان انا احط معلقة الدقيق كده اللي انا حطيتها دي عشان اوريكي ممكن تعجني ازاي من غير عجان بطريقة سهلة وبسيطة. بعد ما بتلمي العجين مع بعض وتحطي الزبدة وكده تبدأي تعجني بالشكل ده لغاية ما توصلي للقوام الناعم الملمس قوي وطرية جدا وما بتلزقش. بصوا جمالها. هندهن بقى البولة بتاعتنا زيت والوش بتاعنا رشة كده من الزيت بسيطة كده دهنة بسيطة. ونغطيها بأي حاجة عندنا كده ونسيبها تخمر. مش عاوزينها تخمر قوي هي حوالي ساعة ساعة الا ربع. هتلاقيها تضاعف حجمها بس مش عاوزاها اكتر من كده. هو يعني حجمها يتضاعف بس للضعف بس ما تبالغيش في التخمير عشان ما تبقاش طعمها وحش. فبالطريقة دي هيبقى طعمها احسن. هي اخدت معايا حوالي ساعة الا ربع. هنحط بقى رشة من الدقيق ومش هنطلع الهوا منها عشان خاطر احنا محتاجين الهوا بتاعها عشان هو ده اللي هيساعد ان الدوناتس بتاعنا يبقى منفوش. منفوخ وكويس جدا. انا هعمله مخبوز يا جماعة مش هعمله مقلي. انا مش بفضل المقلي قوي انا بحب المخبوز بيبقى اخف وطعمه جميل جدا. وجربي الطريقة بتاعتي دي هتعجبك جدا. طبعا حطيت رشة من الدقيق ونزلت العجين على طول من غير ما اطلع الهوا. هحط ايدي في الدقيق عشان خاطر ما تلزقش في العجين نفسه. وابدأ ابططه بالشكل ده او بالنشابة او باي حاجة عندك ممكن انتي بتعملي بيها العجين تفردي بيها العجين. عاوزين لغاية اما نوصل لسمك حلو جدا كده مظبوط يعني يكون حوالي سنتي. وطبعا لو سبتيه اعلى بيبقى افضل طبعا. بس انا خليته في المعقول اللي هو سنتي واحد بس سمك العجينة نفسها.
عندي بقى أي قطاعة للدونتس، أنا عندي قطاعة دونتس، عندي الكوبايات، أي كوباية، أي حاجة عندك تقدري ان انت تقطعي بيها. أنا بفضل الكوباية بروح حطها في الدقيق عشان لازم دقيق عشان ما تلزقش في العجين، وبقطع بيها على طول، فلازم طبعا أبدرها بالدقيق الأول وأقطع. طيب أنا عاوزة أعمل بقى الفراغ اللي بيبقى في النص ده، بقى هستخدم أي قمع، أي غطا إزازة، برضو بنفس الطريقة بحطه في الدقيق وبرجع أقطع بيه. بعد ما بقطع بلم بقى كل الزيادات دي واعجنها من تاني. ولو اي حاجة شبكت معاكي زي كده دي لازم تشيليها برضو، عشان خاطر بتبقى اتبططت وشكلها اتغير عن باقي الدوناتس بتاعنا، فباخدها وبعجنها من تاني مع الزيادات. دي الكمية اللي خرجت. انا بحط بقى ورق زبدة وبحط الدوناتس عليه في الصينية وبغطيه وبسيبه يختمر. انا بغطيه المفروض بفوطة، انا غطيته بكيس الاول، كيس تلاجة، فتحته وغطيته، بس كان المفروض ما اعملش كده لان هوريكي حصل معايا ايه. انا بقى غطيته بعد كده بالفوطة وهسيبه يختمر بقى، واكون طبعا عارفة ان ده اول صاج انا عملته. تمام. العجين بقى اللي فضل معايا ده اللي انا لميته، هرجع بقى ان انا اعجنه تاني واسيبه يرتاح حوالي 10 دقايق ربع ساعة، وارجع تاني اشكله باي شكل انا عاوزاه. طبعا الشكل اللي انتوا شفتوه ده انا حابة ان انا اعمل الشكل المدور، في ممكن هعمل لكم برضو كمان الشكل اللي هو بيبقى مفرغ من النص. بنفس الطريقة فردته وقطعته بالكوباية، وجبت بقى قمع عندي بغطسه في الدقيق، بقطع في نص الدونتس عشان يديني الشكل المتعارف عليه للدونتس. الشكل ده او الشكل المدور الاتنين احلى من بعض، يعني شوفي انتي بقى بتفضلي ايه. الحاجات الصغنونة بقى الدونتس الصغنن ده اللي احنا قطعناه ده حلو جدا، اوعي بقى تلميه، يعني ممكن تعمليه بقى ايه بشكل جديد كده، هوريكي هنعمل له ايه. جربي بجد الدونتس المخبوز افضل واحسن واخف بكتير، وطعم العجينة تحفة جدا، احلى من المقلي بجد. جربيه بالطريقة بتاعتي والعجينة دي جميلة جدا. نرجع برضو نلم العجين تاني ونفرده من تاني، ودي بقى الكمية التانية. انا حطيت بقى زي ما انتم شايفين كده الكمية كلها، وده زيادات عملتها بالطريقة دي صوابع. دي الكمية كلها. انا زي ما قلت لكم حطيت كيس، وكان المفروض ما احطش كيس، احط فوطة بس عشان واسيبه يختمر. فاللي حصل معايا ان في كيس من الاكياس لزق في العجين، وطالما لزق في العجين يبقى خلاص، وانا بشيله خلاص الهواء والخمر اللي اختمروا العجين خلاص راح، ومش هينفع يختمر من تاني. فهتشوفوا في النهاية في نهاية الفيديو الشكل كان عامل ازاي، فمرضتش ان انا احذفه، وقلت لازم اوريكم الشكل اللي هو اللي ما اختمرش وطلع منه الهواء حصل له ايه. ده بعد الخمر ما شاء الله جميل جدا. بياخد حوالي ساعة الا ربع لغاية ما يختمر، بيتضاعف حجمه بالشكل ده. بكون مشغلة الفرن بقى بيكون ساخن مسبقا على درجة حرارة 180، بياخد من حوالي 10 ل15 دقيقة. بيكون اخد اللون حلو من فوق ومن تحت. لو اخد لون من تحت بس ومن فوق لا، ممكن اشغل الشواية عليه، بس انا الحمد لله يعني ما احتجتش ان انا اشغل الشواية. دول بقى الدوناتس النونو ده حطيت عليه صوص فراولة وصوص توت، كان جميل جدا ما شاء الله. بصوا العجينة حلوة جدا ازاي من جوه، ومستوية ومفرغة ازاي، جميلة بجد. ده بقى الدوناتس الصاج التاني. بصوا اختمر وجميل ازاي، تحفة جدا ما شاء الله، وهش جدا وطري جدا وناعم. طبعا بعد ما بيخرج لازم اغطيه شوية، وبعد كده ارجع بعد ما يهدأ ان انا احط ايدي فيه عادي جدا. تمام. طبعا انا عاوزة احشيه، فهحشيه بقى ايه. عندي حاجات كتير ممكن احشي بيها. اول حاجة انا كان عندي نوتيلا، وانا استخدمت النوتيلا اللي انا عملتها معاكم في فيديو قبل كده. هحط لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف عشان تشوفوا طريقة النوتيلا. وعندي حشوات تانية بقى كتير، يعني ممكن نستخدم الباستري، ممكن نستخدم الكاستر، او اي نوع شوكولاتة انتي حباه ممكن تحشي بيه.
جميلة جدًا ما شاء الله، وخدت حشو ما شاء الله جميل جدًا ومليانة مبقلظة يعني. عندي بقى اللي هو المفرّغ من النُص بقى، حبيت إن أنا كان عندي شوكولاتة من شوكولاتة البيضا، لوّنتها باللون الأزرق. طبعًا الكمية عندي ما كانتش كتير يعني استخدمت المعلقة ودهنتها كده لغاية أمّا وصلت معايا بالشكل ده. تمام. ال الحشو التاني اللي أنا هاستخدمه للي هي المقفولة، هاحط معلقتين من الكريم شانتيه الخام، و2 معلقة من الباستري كريم، ومعاهم حوالي نُص معلقة أو معلقة كبيرة من السكر، وهنستخدم مَيّة تكون ساقعة متلجة أو لبن متلج بالتدريج عشان خاطر نشوف القوام اللي إحنا عاوزينه. إحنا عاوزينه قوام يكون تقيل شوية. يكون معانا بالشكل ده. السكر طبعًا على حسب الرغبة زي ما تحبي. تمام. قوامه كده حلو جدًا، باحطه في كيس تلاجة أو في كيس حلواني. دي بقى اللي كانت مليانة بقى بالنوتيلا، جميلة جدًا ما شاء الله. هنعمل بقى بنفس الطريقة الحشو التاني. هنفتح كده الدونت ونحط بقى ونحشيها بنفس الطريقة عن طريق الكيس الحلواني. الكمية بتاعتي بقى كلها أنا خلصتها، وما شاء الله عملت كمية حلوة جدًا. من 6 كوبايات دقيق طبعًا مع كام معلقة كده زادوا معايا بسبب إن أنا حطيت اللبن الكتير. دي الكمية كلها ما شاء الله. طبعًا بُصّوا بقى الطعامة والشكل الجميل ده. الولاد هيفرحوا بيها جدًا، وبجد عجبتهم جدًا. طبعًا حتى كمان اللي هي ما اختمرتش معايا وطلع منها الهوا كان طعمها حلو برضه ما فيش أي مشكلة. بس طبعًا كان حجمها مختلف خالص عن الباقيين. ده اللي باللون الأزرق. طبعًا شايفين شكله عامل إزاي، بجد جميل ومرتفع وحلو جدًا. جربيه بالطريقة دي وبلاش بقى المقلي، وطبعًا كده إحنا أصلًا ما حدش لاقي زيت، فطبعًا الطريقة دي هتبقى حلوة جدًا. ده بقى بُصّوا بقى دي اللي ما اختمرتش، بُصّوا حجمها صغير إزاي. هاوريكِ كمان كام واحدة كمان بنفس الشكل كده ما اختمروش بُصّوا كده الهوا كان خرج منهم وكان شكلهم مختلف خالص عن الدوناتس التاني. فطبعًا ما تغلطيش غلطتي وما تحطيش كيس، كفاية فوطة نضيفة وتغطي بيها. بُصّوا بقى ده اللي بالباستري كريم كان جميل جدًا وهم ما شاء الله. جربيه وهيعجبِك جدًا. يا ريت ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. ويا ريت لو شفتوا الفيديو على الفيسبوك تشيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. وشكرا جدا والسلام عليكم.